السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم مروة السمان، ودي قناة من الصعيد. معانا طماطم ومعانا فلفل ومعانا بصل ومعانا بيض ومعانا لحمة مفرومة كانت مجمدة في الفريزر، سبتها تتفك لحد ما تسيب خالص. طبعا انتوا يا حبايبي بتسألوا بتقولوا ايه الوصفة دياتي، ده اختراع من الصعيد. هنبدأ بيها ونقول بسم الله. نبدأ بسم الله يا حبايبي ونقول بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله محمد. هنا معايا معلقة سمنة على معلقة زيت على معلقة ليا، وحطيت عليهم البصلة وحطيت عليهم رشة ملح، وبسيبهم يعني يتقلبوا ويدبلوا شوية. هفضل اقلب فيهم لحد ما يدبلوا. انا مقطعة هنا البصل يا حبايبي، هتستغربوا البصلة هنا كبيرة، مش زي يعني التخريطة ديت بتاعت البصلة، مش زي تخريطة البصلة بتاعت التقلية. عادي مش هتفرق حاجة، لان ديتي اكلة سريعة، فيا احنا محتاجين ان البصلة تبان، لكن لما بتبقى في التقلية ما بتبقاش محتاجين ان البصلة تبان. هقلب فيها لحد ما تدبل، واول ما يا حبايبي هتعمل في اللون كده هنزل عليها باللحم وهقلبها وهرجع لكم. معلش مش عارفه اصور وانا بعمل الاكل. بص هقلبها يا حبايبي واخليها تاخد لون. وهنا يا حبايبي انا برضو بعصج في اللحمه، ده العصاج يا حبايبي بتاع اللحمه والبصل. لقيتها حشوه، بس احنا دلوقتي النهارده مش هعمل حشوه، النهارده بعمل اختراع. هعمل ايه دلوقتي؟ هنزل عليها بفلفل المقطع نقلب وانزل عليها بالطماطم. بسم الله، شايفين الطشه؟ واقلب فيها يا حبايبي بس، واسيبها تتسبك. على فكره الخطوات دي لعمل مكرونه بشاميل، لعمل رقاق باللحمه، لعمل اي حاجه، بس احنا مش هنعمل كل حاجه ديت، احنا بس يعني بنعصج عشان هحط على البيض. وطبعا يا حبايبي عشان دي لحمه لازم تطيب، هحط عليها شويه ميه واسيبها تطيب على الهادي. وبعد كده وهنزل عليها بالتوابل يا حبايبي. معايا هنا فلفل اسود، ومعايا جنزبيل وقرفه وملح ودواتي ورق لوري مطحون. بعد كده يا حبايبي هنزل عليها وهقلبها، هقلب التوابل فيها، لازم نقلبها كويس عشان اللحمه تبقى متبله. ودلوقتي يا حبايبي هعمل حفره كده، هوسع كده بين الاكل، هنزل عليها بالبيضه فكشاها او فكساها وهعمل حفره تاني وهنزل برضو عليها بالبيضه، وهعمل كل مره كده لحد ما يخلص البيض. شايفين المنظر الحلو ده؟ هغطيه واسيبه هغطيه يا حبايبي واسيبه يطيب على الهادي. هي كده يا حبايبي طابت، بس تأكيدا اعرفها ازاي ان هي كده طابت. بصوا بأي تشوكة انزل كده واطلع. شايفين يا حبايبي هي كده طابت بس. وده كان عشان يا حبايبي، ايه رأيكم؟ وعملت جنبها سلطة يا حبايبي، وده كان احلى عشاء من الصعيد. اتمنى انه يعجبكم. سلام.